قتلوهم. هذا الحادث الإجرامي، هذا الاعتقال الظالم إنما يأتي في سياق حوادث متعاقبة ضد شيعة محمد عليه السلام في مصر. هذا الذي يكشف عن الوجه الناصي لهذا النظام. زعيم هذا النظام طاغوت مصر، فرعون مصر، صرح تصريحا خبيثا ضد الشيعة الأبرار، محاصره أن الشيعة لا ولاء لهم لأوطانهم وإنما ولاءهم لإيران. وأنا أريد أن أسأل هذا الطاغوت: أنت ولاؤك لمن؟ يا من في السفارة تسمعون أدعوا سيدكم لا هذا الحزب قولوا له ولاؤك لمن أنت؟ ولاؤك لوطنك أم ولاؤك لشيء من بيت الأبيض وللصهاينة وللعاقرات؟ يا ابن الحرام، لأنه مثل هذا الإجرام لا يقوم به إلا ابن الحرام. يا علي، لا يحبك إلا مظلم ولا يبغضك إلا ابن الزنا. موقف آخر، يأتي هذا الحصان شيخ الأزهر ويصرح تصريحات عجيبة ضدنا نحن شيعة آل محمد عليه السلام. فماذا يقول؟ يقول بأن الشيعة أصلهم من اليهود. أسس المذهب الشيعي بنفسه. قبل هذا التصريح في مجلة التي تزور لنا في لندن قبل فترة أن الشيعة هذا المذهب الشيعي أسسه رجل من اليهود يدعى عبد الله السبب. من ينطق بهذا ورمت بداية وسلت: يا طنطاوي، يا أيها الشيخ الأشعر، أنت أصلك من أين؟ مذهبكم من أين جاء؟ أنتم مذهبكم من أصول يهودية ووجود يهودية. اسألوا عن كعب الأحبار اليهودي، اسألوا عن هؤلاء الذين استخدمهم عمر من اليهود حتى يعلمونكم دينكم والأحاديث الإسرائيلية. نحن الإسلام والحق، نحن أتباع محمد وآله. ثم بعد ذلك يأتي هذا الطنطاوي نفسه ويصرح قائلا: أنا بنفسه قبل هذا التصريح يقول: أنا أضع ركنا سادسا في الإسلام وهو احترام الصحابة. هو كيف بأنه دينه دين الله. وكل هذا لماذا؟ ردا على ما يسمونه الغزو الشيعي. هم يعلمون بأن مصر دخلها التشيع من جديد، قرى بأكملها تتشيع، وما ثورة هذا الثور الهائج القرضاوي إلا دليلا على ذلك. كان يصرخ يقول: أيها الناس، هل من المعقول أن مصر يدخلها التشيع، قرى بأكملها تتشيع؟ وضعوا هؤلاء في هذه السجون بلا ذنب. ما كانت تشكل تنظيما مسلحا لإقامة الحكم. ما تعني الآن يعتقدون على ماذا؟ اسمعوا تهم قرأناها في الصحافة المصرية عجب. قلنا هذه تهمة الأولى ترويج عقائد مخالفة لصحيح الدين، من بين هذه الادعاء بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام أولى بخلافة الليل. هذه تهمة كبيرة. تهمة ثانية: أداء عبادات مخالفة لصحيح الدين، من بينها الصلاة على الترك. هذه تهمة جدا كبيرة. تهمة ثالثة: عدم جواز الصلاة خلف أحد إلا أن يكون من أهل البيت عليه السلام أو من يروى عنه. تهمة خامسة: ستر الصحابة، ولا تتركوا شماعة ستر الصحابة، أي انتقاد لبعض هؤلاء المنافقين الذين كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أي تجديد هؤلاء الإنكار عليهم، سموا الصحابة على العموم كله. هذا الاختزال. والتهمة الخامسة: تهديد الأمن القومي بمصر.
وكان الشيخ شحاتة ومن معه شكلوا تنظيما سريا لقتل نظام الحكم. بالله عليكم انظروا إلى هذه التهم السخيفة التافهة. لما كل هذا الحقد على الشيعة؟ لما كل هذا الإجرام؟ لماذا تكرهوننا؟ نعرف السبب. لأن التشيع مبدأ ضد الظالمين على طول الخط. هم يعلمون هذا الشيء. لماذا يكرهون التشيع؟ لأنهم يعلمون اختبار، وطبعا يعلمون من طغاة العرب إذا انتشر التشيع في بلدانهم فحوشهم كالصوت. يعلمون ذلك لأن التشيع مبدأ ضد الظالمين. لماذا يسموننا رافضة؟ لأننا نرفض الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كنا للظالم خصما وللمظلوم حولا. هيهات منا بالله. هذه تعالينا، هذه دعوتنا. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد.